فقال هل غير الإله وأنتما عميان ما ثم غير فاسجد. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام يمشي عليه ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل بالقرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحسن من حكم الشرع. بماذا نصفه؟ هذا كافر، هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذه القضية على خلاف الشرع؟ قال والله لأني ودي والله بهالأرض هذه إنه تكون لفلان علشان أخذه منه برخيص. هذا فاسق. نعم، لأنه حكم بهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكمت؟ قال والله هذا مذيع وأنا أبغض هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره، وش يكون ظالما، يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، ولا هو فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبله فاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء هو، لكن بس يضر المحكوم عليه. نعم، نقول هذا ظلم. إذا ممكن أن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قصده مضرة فلان المحكوم عليه فهو من الظالمين. وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، أن هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا الفرق. يعتقد بنفسه بأن الشرع هو أفضل، لكن هذا بالنسبة للحرص على هوى أبدا، لا أبدا. على كل حال إذا كان هو يعتقد أن شرع له أفضل نقول لماذا جعلت هذا وهو عام هذا؟ لا هذه قضية معينة في شخص معين. ولا بد يكون هنا يعني هو ما لم يستحق. كيف؟ يعني القضية نعم. عن قضيتين والثلاثة يشتغل عن نعم. طيب هو هذا اللي نقول الفرق بينهما، أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشي عليها، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعتقد أنه أحسن. كنا إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدول عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول أنه كافر، لأنه يعتقد أن الشرع هو الشرع، لكن لأجل هذا الهوى حكم. نقول هذا فاسق أو ظالم فقط. نعم. وإن لم يعتقد مثلا أنه أحسن حكم أو ما. نعم. الخوارج كفروا. نعم. مجرد أنهم كفروا مسلمين. نعم. فكيف لا يكفر هذا المشرك؟ لأن نفسه ندم مع الله جل وعلا. أي نعم ما في إشكال. يعني بدون ولو لم يعتقد. أبد ما دام إنه جعل هذا الشرع يجب المشي عليه، هذا لا شك إنه جعل نفسه ندم مع الله. بالنسبة لقول الوحدة الوطنية مثلا جماعة صارتين نصارى يلبسونه ويقول القانون يحكم على الجميع. لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نجعل القانون لجل يضم حكم النصارى واليهود
والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى الدين الإسلامي، وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر. ولكن كل هذا من دعوى الجاهلية الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي دعوى القومية والتعصب لها. وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ها؟ هو لا بد أن يحمل، لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفصيل يتنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى، قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنافى، فالكافر فاسق ظالم، كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيقول إن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، لكنه يحملها على ما يمكن يدخل الصورتين الأخيرتين إذا كان لهوى أو للإضرار ما يدخل في هذا.